أيها المدخن، أنا بكره التدخين وبحبك. إذا بتدخن في الشهر ب150، ال150 ليرة هذول بيحلوا مشكلة عائلة في خيام غزة. ال150 ليرة اللي قاعد تصرفها على الحرام بتدفي طفل قاعد بيبكي لأمه من البرد، وأمه بتبكي من الألم إنها مش قادرة تدفيه. لا تفكر الموضوع عادي، ستسأل. تنفق مالك على الحرمات. الدخان حرام مش مكروه، واللي بيقول مكروه أنا بخزق عينه بالحجة والدليل والبرهان. حرام. عم تنفق مالك على شهوة محرمة، وغيرك في غزة نفسه ياكل لقمة خبز. يا زلمة ايش شعور الأب لما ابنه قدامه بتلوج وهو مش قادر يعطيه؟ تقدر ال 150 دولار اللي بتدخل فيهم، ولا ال 200 ولا ال 250 حسب نوع دخانك، تقدر توديهم لغزة يا رجل؟ الأردن كم عدد سكانها؟ 10 11 مليون. خلي اللي بدخنوا 7 مليون. ال7 مليون كل واحد بدخن بثلاث دولارات، هي قديش في اليوم؟ 21 مليون. 21 مليون دينار أردني بننفق في اليوم على الدخان. تخيل نودي 21 مليون يوميا على غزة.